بما إني مش من عشاق الشتا خالص وده معروف عني من زمان والأسباب معروفة جدًا، وحاجة واحدة اللي بتهوّن عليَّ الموضوع ده، كوباية سحلب سخنة غرقانة في السمسم والمكسرات وجوز الهند تدفّي قلبي، مش بتدفّيني أنا شخصيًا، تدفّي القلب، تستاهل ألف بوسة. هنعملها بقى في البيت بكل التفاصيل، يعني هنعمل البودرة بتاعة السحلب. برطمان، علبة، أي حاجة عندِك تكون كويسة ومتعقمة كويس، هنحط فيها مقادير متساوية، يعني دول 5 معالق كبار من دقيق الرز، مش ناس كتير بتحط دقيق الرز في السحلب بيكتفوا بس بالنشا، بس على فكرة بيدّي قوام وطعم حلو جدًا للسحلب، فهنحط منه 5 معالق كبار مليانين، وحطيت كده لآخر واحدة النُص دي زيادة من عندي يعني مش لازم تحطيها خالص، حطيت كده ال5 معالق بتوعي وضبطتهم، 5 معالق ونُص مش عارفة ليه، بس حطيت النُص ده، وحطيت زيّهم 5 معالق كبار من اللبن الباودر، ودي 2 باكت من الفانيليا وحطيتهم ودي بتفرق أوي في الطعم. عندِك بقى جوز هند ناعم أو خشن زي اللي عندي، حطي معلقتين كبار ومعلقتين كبار من السمسم. أنا باحب أحط فيه سمسم كتير وجوز هند كتير، ودول 3 معالق كبار من السكر الباودر، أنا ما باحبوش مسكر أوي ممكن تحطي 5 لو تحبيه مسكر زيادة. حطيت كمان 3 معالق كبار من النشا بس للأسف كنت فاكرة إن أنا فاتحة الكاميرا وطلعت مقفولة. وهنقلّب فيهم بقى ونرُجّهم كده كويس أوي، 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 وتحتفظي بيهم في مكان جاف، يعني ما يبقاش فيها يدخل لها أي رطوبة علشان ما تبوظش منِّك وتبدأ لا قدّر الله تسوِّس أو تبقى طعمها مش حلو. مش هنحط فيه أي نوع من المكسرات، لإن المكسرات طعمها بيتغيّر مع الوقت، فمش هنحط فيها أي نوع من المكسرات، هو السمسم وجوز الهند بس. تعالوا بقى نضبّط بقى كوباية كده لينا ونتدفّى بيها، هنحط مقدار اللبن اللي إحنا عايزينه، وحطيت عليهم دي كوباية لبن حطيت عليهم معلقتين كبار من الباودر اللي إحنا عملناه. أهم حاجة اللبن يكون ساقع يعني على البارد، ونقلّب كويس جدًا وما ترفعيش على النار غير لمّا كل حاجة تدوب في اللبن، يعني هتقلّبيه شوية حلوين كده لحد ما كل حاجة تدوب في اللبن وما يبقاش فيها أي كلكعة. تاني حاجة على النار هنفضل نقلّب فيه بالويسك كده علشان النشا ودقيق الرز ما يكلكعوش منِّك. شايفين قوامه يجنن إزاي؟ وعلى فكرة ده مش كلكعة ده جوز الهند اللي أنا حاطاه اللي هو الكبير شوية ده، لو حطيتِ الناعم مش هيبقى كده خالص. قوامه لذيذة وأنا باعشقه مع البندق، حطي بقى سوداني، حطي بندق، حطي أي نوع مكسرات عندِك، ممكن كمان تكتفي بالسوداني بس، لازم تجربيه، لازم تجربوه ولازم تجربوه بالطريقة بتاعتي، هو طريقة معروفة يعني، بس ما فيش حاجة ما فيش اختراع عشان بس إيه، أصحاب الكومنتات اللطيفة يمتنعون، أنا مش عاملة اختراع يعني، بس دي كوباية سحلب من أحلى كوبايات السحلب اللي هتشربيها ونضافة، وعارفة الباودر اللي أنتِ عاملاها في البيت دي عاملاها إزاي، وأنا يعني ما اكتفيتش إن أنا أوريكم نفسي وأنا باشربه أول مرة لأ، معلش نحب نعيد تاني وأوريكم الجمال واللذاذة، لذيذ وكريمي وجميل وطعمه يجنن، لازم تجربوه، لو جربتوه أكيد هتدمنوه.